بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى مقام جديد هو الحجاز. المصريين يسمون الحجاز، احنا بالنسبة لنا عندنا حجازين بالعراق، الحجاز ديوان والحجاز كار نسميه. هم ما عندهم حجازين، عندهم يسموه الكار بس، الكرد عفوا يسموه الكرد ويقرون عليه. احنا قسمين مسوي احنا، واحد ما له علاقة بالثاني. فأنا راح أقرأ لكم الحجاز الآن، وإن شاء الله تستفيدون منه فائدة كبيرة، لأنه هذا من المقامات الشيقة والجيدة، وكل القراء يقرون على الحجاز. فلنبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. هذه التلاوة من مقام الحجاز، تلوتها عليكم حتى تحفظوها إن شاء الله وتسمعوها باستمرار. وإن شاء الله سنبدأ بمقام جديد. طبعا هذه المقامات السبعة قريناها اللي يقروها المصريين، فإحنا عندنا أخذنا من مقاماتنا العراقية، إن ذن السبعة هم من مقاماتنا، أخذنا 20، فهسه قرينا 7. وإحنا بالنسبة للقرآن نكتفي ب10، يعني هن 74 مقام، نكتفي ب10، لأنه إذا قرينا التلاوة 5-6 مقامات صدقني راح المستمع ينتبه للمقام وينسى الآيات، ما ينتبه للآيات. وإحنا هذه ما نريدها. نريد القارئ لما نقرأ إحنا القارئ يوجه الناس للتبصر بالآيات، يستمع الآية مو المقام. هذا المقام شيء ثانوي يعني لابد منه، لكن المقام يجب أن تقرأ التلاوة بمقامين، أكثر شيء 3. إذا أنت حافظ 10 مقامات يكفي تقرأ 3 مقامات بالتلاوة الأولى، 3 بالثانية، 3 بالثالثة، يعني أنت ضليع تصير كل ما تقرأ تلاوة أنت مغير. فهذه المقامات المهمة راح نقرأها إن شاء الله على الحلقات الجاية على الطريقة العراقية. هسه هاي الطريقة المصرية انتهت 7 مقامات، وراح نبدأ من الرست من جديد على الطريقة العراقية إن شاء الله. ونلتقي على خير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. وتقبلوا تحيات أخوكم المقرئ عادل يوسف العادلي.